بقول لك ايه، ده الكافيه بتاع اخويا وجدي الجديد. لا حلو. عشاء احلى اتنين ليمون، احلى عريس وعروسه في الدنيا. حبيبي يا عم وجدي الشابي، بقول لك ايه، مش هندفع حق حاجه، ده حق الافتتاح. اكيد طبعا يا اخويا، محتاج اي حاجه حبيبي تانية؟ يا وجدي، ربنا يخليك. سلام. بقول لك ايه، يلا بقى عشان اروحك. يلا. بقول لك ايه، اطلع بقى البيت وانا اروح اجيب حاجات واجي. سلام. ده موسى وحد ما كانت راكبه وبديك الساعه الذهب دي من قد راكبك بقى. ايه يا محمد انت عبيط؟ انت ما تعرفش دي مين؟ معلش يابا احنا قاسيين، تعالوا. ايه يا يوسف تعالى لي دلوقتي. تعالى يا عم امشي، ما تعرفش انت عكستها تبقى مين؟ مين يعني؟ دي خطيبة جيم اخويا. بس روح عسل قوي. عسل قوي ايه، احترم نفسك. خلاص بالك، وديني ملاهي بقى العب مع اصحابي. ولا ملاهي ولا اصحابك، وديني ان انا العب كوره اي حاجه. ولا كوره، تيجي ورايا على الشغل. مناش ولت يعني جيمي يعمل كده، يبعت اخوه ومعاه واحد عشان يعكسك. طب لما يجي لي جيمي، ايه ده مالك يابا، جايباني على مال وشي ليه، في ايه؟ بقول لك ايه، انت بتبعت اخوك ومعاه واحد عشان يعكسها، هو انت بتختبرها؟ لا يا حبيبي، اختي محترمه. والله العظيم اقسم بالله ما اعرف حاجه اللي انت بتقوله ده يا يوسف. بقول لك ايه، ما تفتحش بقك، هات الخاتم، هاتي. خد يا عم انت الخاتم بتعمله ده. خد الخاتم بتاعك اهو. اختي ما تلزمكش من النهارده. طب على الحلال من ديني ما احلك يا وجدي. انا معلم بيتي على سن وربع. طب خد يا ربع، ودي كوبايتين الشاي دول وخلي بالك من نفسك. بقول لك يا وجدي يا جيمي، وانت بقى عبوده يعاكس خطيبتي قدام بيتها. بقول لك يا جيمي، انت عارف ان عبود عبيط ده، هو كان راح والله العظيم بيهزر، وخدته وزعقت له وسمعته الكلام. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انت دلوقتي خليتني سبت اعز واحده ماليه واديتني الخاتم بتاعها، انت السبب في اللي انا فيه. يا جيمي والله العظيم غصب عني، الكلام ده مش بمزاجي، ده انت عارف عبود يا جيمي على قد عقله. بقول لك